السلام عليكم حبوباتي، مرحبا بكم في قناة أمينة المطبخ الصغير. نبدأ بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. كما راكم تشاهدوا يا البنات، اليوم جيتكم بواحد الحلوى بنينة بالبزاف. لاحظوا، شوفوا نقسم معكم حبة، شوفوا هذيك الحلوى تاعنا كيفاش جات تتفتت. حلوى سهلة واقتصادية، راح توجديها تمتم لقهوة العصر، يعني بدون طابع. فقط ب 125 غرام الزبدة راح تحضري أكثر من 65 حبة. نبداو في طريقة التحضير والمقادير. هنا عندي 125 غرام زبدة طرية ولا مارغرين، وعندي كاس معمر سكر ناعم ولا سكري غلاس. راح نغربلو بطبيعة الحال السكر تاعنا هكذا باش نتجنبوا هادوك الحبيبات. لاحظوا هاد الحبيبات ما يكونوش عندنا في العجين، يلزم ان نغربلو السكر تاعنا بهذه الطريقة. يعني كما قلت لكم هاد الحلوى سهلة وخفيفة، يعني توجديها تمتم قهوة العصر ولا الفطور الصباح اولادك، ولا ما ملي كانوا جايين عندك ضيافة على غفلة راح توجديها تمتم، يعني الاولاد راح يفرحوا بها. كما قلت لكم ضيافة تاني راح توجديها تمتم. هنا واش راح نزيد لها؟ حنزيد لها كاس زيت ناقص اصبع، كاس ناقص اصبع زيت. هنا عندي زوج حبات بيض، يعني زوج بيضات كاملين. راح نجيب الباتور وراح نخلط مليح هذوك المكونات اللي كنت حطيتها هكذا. راح نخلط مليح باش هذيك الزبده ولا المارغرين راح تمتزج مع الزيت والبيض وهذاك السكر حتى نتحصلوا على هاد الكريمه بهذا الشكل. لاحظوا هنا واش راح نزيد لها. هنا أنا عندي فانيليا سائله كنت زدها لها، اللي عندها غربه او غبره عفوا تقدر تزيد فانيليا غبره. هنا واش راح نجيب، هنا جبت الفارينه تاعي مغربله بطبيعه الحال. راح نبداو نضيفو في الفارينه تدريجيا بهذه الطريقه. وهنا واش راح نزيد لها تانيت مع الفارينه، راح نزيد لها زوج مغارف نوا كوكو، يعني هذا اختياري، تقدري ديريه تقدري تستغناي عليه. يعني انا كنت غلفت من الفوق زينت الحلوى تاعي بنوا كوكو، فضلت اني ندير لها هكذا في العجينه نوا كوكو. حبيتي تستغناي عليه تقدري تستغناي عليه. هنا كنت زدت لها كيس خميره، وزن الكيس 10 غرام. ونبدا نطم في العجينه تاعي بهذه الطريقه، يعني باطراف الاصابع، ما نعجنوش العجينه تاعنا. نبدا نضيفه في الفارينه تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينه طريه بهذه الطريقه، يعني نضيفه في الفارينه حتى نتحصلوا على القوام المناسب بهذه الطريقه. هنا مازالها محتاجه فارينه، نبقى نزيد الفارينه حتى نتحصل على القوام اللي راني محتاجته. هاي ليك، يعني كما راكم تلاحظوا ما رانيش نعجن، يعني هذه تعتبر عجينه صابلي ما نعجنوهاش. لاحظوا شوفوا هذا هو القوام اللي نحتاجه، تكون العجينه طريه نوعا ما. هنا راح نجيب سنيوه كنت رشيتها بالفارينه، وراح نجيب العجين تاعي. لاحظوا ندو كميه بهذه الطريقه، يعني هنا انتي واش حبيتي الحبه تاعك تكون كبيره، حبيتي تكون صغيره، انا حبيتهم يكونوا شويه صغار. شوفوا الطريقه اللي راني نشكل بها الحبيبات التوعي بهذه الطريقه. ندير الثقب في الوسط، يعني كنتو لاحظتوا زينتها بشويه كونفيتور من فوق، لهذا درت الثقب. يعني حبيتو ما ديرولهاش كونفيتور تقدروا تحطوها هكذاك. لاحظوا شوف كيفاش راني نديرها هكذا، نعبز عليها بيديا هكذا باش كي نجي نشكل هذوك الكويرات تاعي ما تجينيش فارغه من الداخل. يلزم نعبز على العجين هكذاك من الاول هكذا باش كي نجي نشكلها كويرات ما تجينيش فارغه من الداخل، ومن بعد كي تجيني فارغه من الداخل راح تحبط لي كامل كي نحطها في الفرن. يلزم من قبل نشكلوا العجين مليح هكذا نعبزوه بيدينا كما لاحظتوا، ومن بعد نشكلوه كويرات. هنا هاي ليك، انا بعد ما كملت كامل الكميه اللي عندي راح ندخلها الفرن درجه حراره 160 درجه. نشعلوا لها غير من التحت، نشوفوها حمرت من التحت نحيوها. هنا هاي ليك، انا بعد ما نحيتها وبردت لي تماما، يعني هنا حتى تبرد تماما. هاي ليك شوفوا الكميه اللي تحصلنا عليها. هنا جبت كميه من المعجون وكميه من نواه كوكو. انا كما قلت لكم فضلت اني نزينها بلا نواه كوكو بهذه الطريقه. يعني نتوما تقدروا تذوبوا لها الشوكولا تغطسوها في الشوكولا، يعني كيما حبيتوا تزينوها زينوها. حبيتوا ترمدوها في المعجون ومن بعد تزيدوا ترمدوها في الكاوكاو، يعني التزيين يبقى اختياري. انا فضلت اني نديرها بلا نواه كوكو، انتوما كيما حبيتوا ديروها ديروها. هنا لاحظوا شوفوا غطسناها في الكونفيتور ولا المربى، ومن بعد غطسناها في نواه كوكو. وهنا راح نعمروا هذاك الثقب اللي كنا درناه بالكونفيتور. يعني لاحظوا شوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي بهذه الطريقه. راح نكمل الحبيبات تاوعي
لاحظوا شوف كيفاش نغطسها في الكونفيتور بهذه الطريقه، ومن بعد نرمدها في لانوا كوكو بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا. هاي ليك هكذا نحيو كامل هذاك الكونفيتور الزائد باش ما يخسرناش لانوا كوكو تاعنا بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا. هاي ليك يعني هنا ما نحتاجوش ان نديروا لها الكونفيتور من تحت، راح ندير لها فقط على الحواف كما راكم تلاحظوا. يعني هذاك الثقب بطبيعه الحال راح نعمروه بلا كونفيتور بهذه الطريقه. شوفوا هاي ليك انا كنت خدمت كميه ومن بعد نعاود نعمرهم كامل بلا كونفيتور على ضربه بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا. راح نجي نعمر كامل هذوك بالكونفيتور كما راكم تلاحظوا ولا بالمعجون. يعني هنا تقدروا نتوما من هذاك المعجون تلونوه ديروا له اللون الاحمر ثاني راح يجي ملون غذائي احمر، راح يجي الشكل بزاف راقي. انا حبيت نخليها على طبيعته يعني مربى المشمش بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا. هاي ليك شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها. نروح نكمل كامل الكميه نعودوا نوليو. هنا هاي ليك انا بعد ما كملت كامل الكميه لاحظوا شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها. هنا نبقى لي غير نقول لكم نتمنى تكون عجبتكم طريقتي في تحضير هذه الحلوى. يعني جربوها انا اكيده راح تعتمدوا هذه الوصفه لانها بنينه بالبزاف هذه الحلوى. هنا ما تنسوليش الاعجاب والاشتراك في القناه للدعم والتقدم، ومع السلامه الى وصفات قادمه ان شاء الله.